شهداء. تعلم انت احد الاطباء شو مسوي؟ احد الاطباء يسحب اموات من الثلاجه اللي موجوده مال جثث الاموات اللي خاصه بالمستشفيات، يسحب اموات ويسجل باسمائهم شهداء وهم اشخاص مغدور بهم ومتوفين نتيجه حادث معين لعوائل، سجل مفقود وسجل هذا باسم شهيد. وهذا الطبيب طبعا موجود، هذا الطبيب اللي هو الان هرب واحد من عندهم والثاني انحال للمحاكم. يعني هذا يجيبه من الطب العادي، يطلع جثه يسجلها شو اسمه؟ يخرجه من الثلاجه ويخرج له شهاده وفاه، هاي طبعا بالدليل وتحقيق عندنا بها في هذا الموجود، وخرج له شهاده وفاه وسجل شهيد وهو ارهابي. طبعا ارهابي ما متوفي، ارهابي عدل وموجود، هذا الارهابي عدل. يعني هو بس هاي جثه غير جثه، مو لا الارهابي عدل موجود. جثه تابعه لمواطن مغدور به، لمواطن نتيجه حادث لم يتعرف على الهويه مالته، يسحبوهم من الطب العدلي ويتم وضع عليهم اسم ارهابي باسم شهيد بانه هو تعرض لهذا الغدر وغيرها، وحادثه تسجل. بالمناسبه القرارات اللي صدرت اللي تشاهد هاي ما بها قرارات قضائيه، لم يحل القضاء. استاذ امير هاي كارثه، يعني هذا شنو من تفكير، شنو هاي الشيطان ما يسويها؟ لا بعد اكثر. بالمناسبه من هذا الموضوع، اولا جماعه الطب العدلي هنا خالفوا القوانين والانظمه الموجوده. موجود ضمن الفلوجه. بالفلوجه هذا؟ بالمستشفى مستشفى الفلوجه موجود عندها تقارير، انا ما احكي لك باثبات واوراق. لم يحيلوا هذه الاوراق الى القضاء، اكو امر قضائي شايفين الان مو يصدر امر قضائي؟ هذه شهادات الوفاه بدون امر قضائي. بالمناسبه بل بعضهم لما كان هناك نقص بعض الأجساد لغرض خروج شهادة وفاة، أخذوا الحوادث اللي موجودة على السيارات الأشلاء المقطعة، خلوا كل قطعة شهيد، كل قطعة من هذا القطعة. وقف لي، يعني هذا واحد ميت يقطعونه أجزاء ويسوونه كل قطعة شهيد؟ ممكن الجسد الواحد يصير 4 شهداء إرهابية يستخدمونه. وهم موجودين ذولا عادلين الإرهابيين؟ الإرهابي عدل. وعندنا الان من عندهم شاركوا. بالمناسبه عندي احد الارهابيه اللي خرج بشهاده الوفاه. استاذ امير ذول شنو يعني صدق ها موجوده يعني؟ والله موجوده يعني وبوثائق. يعني حادث ارهابي مثلا يقطعون الجثه 4 ويسوون كل واحده اذا صار عنده نقص بالجثث يستخدمون هذه الجثث وبدون علم القضاء. لم تحال الى القضاء ولم يصدر هناك امر قضائي في هذه الاوراق للاسف الشديد. هذه مهنيه، هذا عمل. شنو ذا تقارير بشغل؟ وين تقارير موجوده واسماء. بالمناسبه عندنا احد الارهابيه صدق بالله هم 4 قتلوا حوالي 500 شخص من العراق في عموم العراق، حتى بعضهم منتسبين ولقيناهم ياخذون تقاعد. 500 شخص قاتلين ذولا وياخذون تقاعد. هذا الملف عقيم وكبير جدا وفيه الكثير من المأساة، وما زال الحد لغايه الان هناك بعض الارهابيه يستلمون. فاحنا لما نتكلم ابو بكر البغدادي ما يستلم راتب؟ لا بنته تستلم. صدق؟ اي والله صدق. بنته هو اي تستلم وموجوده الان في احد مؤسسات. تستلم بشنو؟ في رعايه خاصه. هم بصفتها شهيده؟ موجوده في احد المؤسسات الدوله برعايه خاصه تستلم راتب. يعني شنو برعايه خاصه؟ وضح لي. موجوده. غير افتهم شنو؟ يسيلوا عليها والله موجوده. هسه انا هذا الموضوع مو على هوا، اذا اقول لك اياه راح يصير مشكله لهذا المكان. وهذا يعني وزاره مثلا تشتغل موظفه لو شنو؟ لو رعايه اجتماعيه. ابو بكر البغدادي تاخذ اعانه، تاخذ راتب، موجوده باحد مؤسسات الدوله وتقدم لها المساعده. بنت ابو بكر البغدادي تاخذ راتب من الدوله؟ لا شو؟ جاي اسولف وياك انا هذا. هسه ورا البرنامج اعطيك المكان. العباس عليك. والعباس اعطيك ورا البرنامج اعطيك المكان عمود ما اسوي مشكله المكان. لا تعطيني المكان بس هاي شنو مبلغ يا اخي اكو عوائل